مرحبا بكم جميعا في قناة باكالوريا لنحقق النجاح. حصة اليوم ستكون مخصصة في الدرس اللغوي المعنون بالتوازي والتكرار. إذن سنبدأ أولا بتعريف التوازي. التوازي يكون بواسطة ترديد نفس الخططات اللغوية، لأن كل متتالية تجمع بين عناصرها علاقة نحوية وصرفية التي توجد في المتتالية الأخرى. بمعنى باش تفهموا بالدارجة، يعني تلقاو مثلا بحال البيت الأول تيكون نفسه البيت الثاني من خلال النطق مثلا، تيكونوا تقريبا نفس المتتاليات. وغندخلوا في الأنواع باش تعرفوا وتفهموا أكثر. ثانيا، أنواع التوازي. أولا غنبداو بالتوازي التركيبي، يكون إما تركيبي جزئي أو تركيبي تام. بالنسبة لهذا الآخر يعني التوازي التركيبي التام، يمكن توضيحه من خلال هذا المثال ديال البيت الشعري: قؤول وأحلام الرجال عوازب، صؤول وأفواه المنايا فواغر. نحاول نفكو كل كلمة على حدة. مثلا في البيت الأول نجد قؤول، المقابل ديالها في البيت الثاني صؤول. يعني أولا من حيث التركيب ديال الكلمة تيبان أنهم بحال بحال، ومن حيث مثلا الصرف فهم بجوج خبر المبتدأ. وبالنسبة للكلمة الثانية وأحلام، يعني في البيت الأول نجد المقابل ديالها في البيت الثاني وأفواه. فهذه حتى هي تقريبا نفس النطق بيناتهم بجوج. وتا من ناحية الصرف راه تلاحظوا أنهم بجوج، هناك واو الحال والمبتدأ. إذا كنلاحظوا من هذا البيت أنه توازي تركيبي تام، سواء من حيث النطق أو من حيث الصرف على حسب الإعراب مثلا. وبالنسبة للنوع الثاني اللي هو التوازي التركيبي الجزئي، يمكن فهمه من خلال هذا البيت الشعري: فكم بطلا فل الزمان شبابه، وكم سيد دارت عليه الدوائر. إذن والملاحظ في هذا البيت أنه جاء متوازي متشابه تركيبيا، لكنه أيضا بالرجوع مثلا اللي تلاحظوا نحيث الكلمة الثالثة في البيت الأول اللي هي فعل فل، ماشي بحال الفعل الثاني في البيت الثاني اللي هو دارت. يعني هنايا راه الكلمات تقريبا في الإعراب متوازية، لكن من حيث التركيب ليست متوازية. من هنا يمكننا نستنتج أن هذا التوازي يسمى توازي تركيبي جزئي. إذا نستنتج أن التوازي هو تكرار نفس الخطوط الصرفية أو التركيبية بين متتاليتين لغويتين أو أكثر. قد يصاحب هذا التوازي الصرفي تركيبي توازي آخر على المستوى مثلا الصوتي أو الدلالي. نتمنى يكون استوعبتوا هذا المفهوم أو التوازي بصفة عامة. وبالنسبة للشق الثاني المتعلق بالتكرار، يمكن تعريفه بأنه ظاهرة إيقاعية وبلاغية تتحقق بترديد نفس ملفوظات، سواء كانت جمل أو عبارات أو كلمات إلى غيرها مرتين أو أكثر. يعني هذا المفهوم راه واضح. إذا من خلال التعريف كنستنتج أن التكرار إما يكون أولا نبداو من الأصغر للأكبر. يعني نجد أولا تكرار الحروف باينة، نجد ثانيا تكرار الحركات الإعرابية: السكون، الضمة، الكسرة إلى غيرها. ثالثا تكرار الصيغ الصرفية، يعني مثلا صيغة فعل، مثلا أعطينا مثال: هزل، عطل. رابعا تكرار الكلمات، والتكرار الكلمات في أنواع تهو. نجد مثلا تكرار التطابق، يعني تكرار اللفظ والمعنى. يعني مثلا ديال التكرار التطابق نجد مات من، ثم، يعني فيهم تقريبا بعض الحروف تيتشابهوا بيناتهم. نجد أيضا تكرار الطباق، يعني راه باينة، يعني الكلمة والضد ديالها. ثالثا تكرار الترادف، يعني اختلاف الدال لكن المدلول
واحد. يعني اش نقصدو بهاد التكرار؟ الترادف يعني المفهوم ديال الكلمة، المفهوم ديالها أو التعريف ديالها. مثلا الموت يعني التعريف ديالها جثة مثلا. وأخيرا تكرار الجناس، يعني الجناس راه تقريبا عندهم نفس اللفظ ولكن كيختلفوا من خلال المعنى. إذا في الأخير ما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة، وتشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما. شكرا لكم.